للاسف هينزل فيلم الملحد. وقصة الفيلم قصة شاب ابن شيخ سلفي كان ابوه بيعذبه من صغره في حفظ القرآن وكتب الحديث واتباع السنة، فكبر الشاب وتعقد وكره الدين وألحد وبقى مشتت في الحياة لحد ما اتعرف على واحد صاحبه إسلامي وسطي معتدل بيزني وبيشرب خمور، علمه إن الدين يسر مش عسر، والفيلم بيتقفل على كده. هدف الفيلم الخبيث رسالة يبعتها مفادها مطلوب من شبابنا تقليد النموذج الوسطي ده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى فكرة الفنان الراحل مصطفى درويش رفض المشاركة في الفيلم، الله يرحمه كان عنده مبدأ، لكن عادي محمود حميدة اللي أخوه كان شيخ سلفي وعامل إنه بتاع مبادئ قبل إنه يعمل دور شيخ متحجر الأفكار، وأحمد حاتم عمل دور الشاب الملحد. طبعا الفيلم تأليف إبراهيم عيسى اللي معروف عنه في السنوات الأخيرة معاداة الدين الإسلامي، وكل أفكاره وكلامه دلوقتي بتدور حوالين مهاجمة الدين الإسلامي. الفيلم ده أكيد هيتعمل ليه دعاية ضخمة لأن المنتج أحمد السبكي من أكتر الناس اللي أنتجوا أفلام شوهت صورة المجتمع المصري ونشر أفكار البلطجة، ودلوقتي الفكر العلماني في مصر معروفين بالاسم وبيتبعوا منظومة ماسونية عالمية وخطة محكمة لنشر الإلحاد في الدول العربية والإسلامية ونشر المثلية والاعتراف بيها. الفيلم ده لو الناس ما اتفرجتش عليه في السينمات وعلى مواقع الإنترنت هيفشل والتجربة مش هتتكرر تاني. يا ريت من دلوقتي الناس تقاطع الأعمال الهدامة دي، بلاش تدفع تمن تذكرة عشان تشوف عمل بيهاجم دينك، خليهم يخسروا تمن إنتاج الفيلم عشان خاطر الجيل ده والأجيال اللي جاية. خلي عندك حمية على دينك وقاطع فيلم الملحد.